مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. عدد كبير من المغاربة تبعوا معنا فيديو يوم أمس ديال هاجار ظاهرة الشرميل. هل تعود من جديد؟ ألمت المغاربة هذه القصة بشكل كبير. مشاهدينا الكرام، اللي ارتكب الجرم بين أيادي الأمن. معايا هذا الشخص اللي هو من العائلة ديالو، أعتقد هو انت شنو كتجيب بالضبط؟ خال الام ديالو. انت خال الام ديالو. الا كان ممكن تعاود لي هذا الدري اللي حل هذيك الدريه بهذيك الطريقه كيفاش؟ دابا الدري هذا غير حنا ما كناش بغينا يعطيو ديك هذيك التهمه اللي عطاو ديال الوحش ادمي وداك الشيء. الدري عنده 16 عام. المشكل اللي كاين اللي كتعاود لينا جداه هي اللي كعايش معاه وداك الشيء بانه هو كان كيعرفها شي سنين هذه بديك العقل ديال الدراري الصغار كيعرفها وداك الشيء. شوف اش وقع بيناتهم، وهذاك النهار قرر القرار اللي ساكن فيه ديك الجريمه اللي حنا ما راضينش عليها وما باغينهاش. ماشي ضراتهم هما، ضرتنا حتى حنا. الا حيدتي انت بيني وبينك، الا حيدتي هذه كلمه وحش ادمي، شنو اللقب اللي تعطيه انت من عندك انت؟ بالنسبه قاصر خطا، واحد الخطا. خطا بالنسبه لي خطا هو وجهها 3 سنتيم خطا. لا هو خطا ارتكبه واحد القصير حيت ما لقاش الوالدين اللي غادي يكونوا اللي غيربيوه، حيت هو باقي صغير. اللي يكون لقى الوالدين ديالو اللي واقفين وربوه وداك الشيء ما غيرتكبش الجريمه. ومني دار الجرم مشى يمكن انستغرام ولا ما هذا، ويحط الموس اللي ضرب بها وحط لائحه تاع بنات اخرين وتيقول هل من مزيد. هذا الشيء كله خطا. لا ماشي كنقولش حنا خطا، هو ارتكب واحد. كنقول لك انا على السن ديالو ما خاصناش نعطيو ديك وحش ادمي وداك، يعني باقي 16 عام راه ماشي وحش ادمي. قبل هادشي اللي كيدير ديال شي صبي صغير. مزيان. انت شحال عندك في السن ديالك؟ لا دابا 49. تبارك الله. 49 عام ديال هاجر بنتك انت. صافي قول لي شمن اللقب غتعطي عليه هو؟ واش يبقى نيت هو في اللحظه بالنسبه للام ديالها ولا الاب ديالها ولا عائلتها راه غيقولوا اي حاجه، لان الكبده انا راه معاهم في هذه. راه انا البنت غتكون مضروبه، راه نقول لك نشدو نذبحو، نشدو نقتلو ولا نشدو ما عرفتش غندير. غير حنا كنقولوا بالنسبه لينا حنا السن ديالو وداك الشيء كيبان لي الدري وزائد عاوتاني مريض، راه عنده واحد المرض، راه عندها الوراق وعندها كل شيء. علاش كنقول لك خاصو رعايه ديال الوالدين، كلقى الوالدين ديالو متبعين وعرفوا كيفاش يربيو داك الشيء. ما يبقاش الدري في هذا السن هذا ما مقابلاش. لا هو دابا المشكل اللي كان نهار كان مريض شويه، زاد على ديك بعد 6 شهور ما شنو هو، تكلفت به جداه شداتو، لان الامكانيات ديال الام ديال الاب ديالو امكانيات ماشي هذيك. راه هادشي راه قبح الله الفقر كما كنقولوا. هاد الجده اللي مربياه ما عرفاتش كيفاش توجد الدري في المستقبل ديالو. ماشي غيكون في الحبس دابا، ولا ما عرفناش شحال غيضرب، ما عرفناش كي غيخرج، يقد يخرج كثر هكا ولا يخرج مربي ولا يخرج ما نعرفوش. كيفاش تشد هو اليوم؟ سلمات امه مع ال11 جابته هي سلماتو بيديها. ماشي جداه كانت هربانه به المحطه ديال الطرق ديال الكار غتصيفطو في شي كار، والبوليس تبارك الله داروا التتبع ديالهم وجابوه. انا نسول بلاتي، انا نسولك وانت جاوبني. انت عندك معلومات وحنا كنسمعوا معلومات، حنا الراي العام متتبع. دابا قول لي انت قلتي بانه سلماتو، انا كنقول لك المعلومات اللي عندنا بانه جده كانت مهربه لواحد الكار وحصلت هي وياه تما. ما عرفتش انا، هي دابا قالت لك جدتو انا مع ال11 سلمتو، وحنا كنا كنقولوا لها حنا لا كان جيبيه سلميه للامن. حتى الا جبتيه دابا للامن وسلمتيه الامن هو ما كيبقاش كما كنقولوا حاقد عليه وكاع عليه. كما كتسلم راسك كتعطي فرصه لراسك فين تدافع على راسك وفين تدوي على راسك وتخلي المحكمه تاخذ المجرى ديالها. حيت حنا الراي ديالك انت من بعد ملي دار الواقعه هو كيهز الموس ودار تصويره بالدم ديالو، كيقول لهم انا زعما راه دار شي حاجه شي انجاز. هذا الشيء ما عرفوش، ولكن انا نقول لك كما هذيك الام ديالو كتحس بالكبده وداك الشيء، حتى هذه كتحس بالكبده وداك الشيء. حتى هذه خاص يكون الانسان يقول راه هي راه ام، هي راه ام، راه هي اللي مربيه جده. ولكن دابا غيخلي الامومه بوحدها. انا ما جبت لك الام هاجر، انا كنتكلم على دريه 15 سنه مزوق لها وجهها محلول لها وجهها. رجال الامن داروا مجهود، داروا تتبعوا. وانا قلتها في الفيديو امس، انا كنعرف شنو هي الضل الحمراء. لهم الامكانيات انهم يديروا الحد لهاد الظاهره هذه، والحمد لله تمكنوا. هو بلا جده كانت مهربه، ورجال الامن الحنكه والذكاء ديالهم داروا التتبع ديالهم تشدوه. ما عرفتش انا اللي غنقول. عيطت لها قبيله فاش كنت كندوي معاكم، قالت لي راه سلمتو مع ال11 وعندي فيديو باش جبتو بيدي وداك الشيء سلمتو. قلت لها مزيان، حيت حنا كنا كنقولها لك كنتي عارفه جيبيه. اما حسن دابا تعرفي
شنو التهمه ديالو القضاء اش غياخذ بلا ما اش غيبقى هربان غيتشد السؤال اللي عندي معك على داك الصور، نتوما ملي دار هذا الشيء وكتشوفوا في دوك الصور اللي كيحاط وكيهدد في بنات اخرين، والله انا ما شفتهم. وانا زيادون شفت من البنت اللي النمره ديال المتهجر، طيب ما نكذب عليك كنت باغي نعيط لها وباغي نشوف ديك البنت لله. واش انا دابا راضيني داك الشيء اللي دار الدري راضينا حنا؟ بالعكس راه كيطيح بينا حنا. هو راه قبل هو كنقولوا 16 عام وحنا كبار طيح بينا. انت عطيتيني مجموعه من النقاط على الموضوع اللي كيهمني، انه الملف والمعني كاين بيد رجال الامن. الله يوفق مشاهدينا الكرام، كما تبعتوا معنا حاولنا ما امكن اننا نشوفوا احد اللي من العائله، من طبيعي جدا انه غادي يعطي معطيات اللي كيشوف هو، لانه السيد من العائله ديالو. ولكن رجال الامن داروا مجهود كبير صراحه. الجده ديالو حاولت انه تهيئوا يمشي في كار لمنطقة أخرى، ولكن الذكاء والدهاء والتتبع د رجال الأمن منطقة أمن الحي الحسني كانوا على ترقب بدقة. تم التوقيف ديالو، أنا نعطيك كلمة في الخلال عندك شي ما تضيف أنا نقول لك. تم التوقيف ديالو هو واللي معاه، وهو الآن مرتكب الجرم اللي ألم المغاربة بشكل كبير بين أيادي رجال الأمن في إطار بحث معمق حول علاش دار هذا الشيء. هاجر ريتنوي الرأي العام أكثر في الموضوع. 15 16 سنة غدا المدرسة، كيجي سبق الاصرار والترصد، حامل السلاح الابيض كيحل لها وجهها طريقه يعني كاين 3 4 ديال بين 2 حتى 3 سنتيمات. وضع صعب، دخلوا الناس من الجيران داروها في مصحه من اجل انهم يعتقوها. السؤال المطروح، لماذا مثل هذه السلوكيات بهذه الطريقه؟ تفضل، عندك شي اضافه قول لي. الاضافه اللي باغي نقول هو الحي الحسني، العماله ديال الحي الحسني كلها رولتنا نقطه سوداء. كنتمنى من الامن ومن كاع المسؤولين على الامن يديروا واحد المجهود اللي كثر، لان حي الحسن. ولكن هادشي ديال التشرمين ما كاينش في حي الحسن. لا كاين بزاف كتسمع. كاين شي ملف اخر ما كاينش. كاين الضرب والجرح، كاين تمشي للسبيطار الحسني بلي ما كاين بنادم، كل واحد مهرس، كل واحد مضروب. الحي الحسني اصبح نقطه سوداء. باش نقول لك راه ابن الحي الحسني الجرائم اللي كيوقعوا فيها راه ما كانوش كيوقعوا في الحي الحسن، ما كناش كنسمعوهم، اولا كنسمعوا السرقه، نسمعوا الاغتصاب، لان كنسمعوا الكوارث العظمى. حيت كبرات عملت الحي الحسني، كبرات بكثره الاقامات والسكان وداك الشيء، كثرات تخلطات شويه الوقت. كنتمنى انا من الامن رساله ليا الحي الحسني خاصو تكون شي وقفه على قبلو، لان ولا نقطه. انت قديم في الحي الحسن؟ انا ابن الحي الحسن. انا غنسولك سؤال واحد. كاين واحد المنطقه في حسن سميتها سيد الخدير، كانت بؤره سوداء سنين، هي دابا هي هكاك دايره دابا؟ باقا شويه وراه شويه هو تبادلت الامور. هذا الميساج اللي عطيتيني راه ماشي صحيح. حيت هاد رياض الالفه اصبحت نقطه سوداء، كنت تدخل تسول هذا المكان ديال رياض الالفه راه اصبح نقطه سوداء. كانوا عبارات جاو الناس ما كناش كنعرفوهم شكون هما، اصبح نقطه سوداء. كاع داك الجيل اللي طلع دابا كبر، اصبح من اخطر ما تتصورش حتى. كاين القانون لكل من سولت نفسه، بحال هذا اللي من عائلتكم اللي دار هذا الجرم. شكرا لك مشاهدينا الكرام، كما تبعتوا معنا حاولنا ما امكن. ولكن ما يهمني اكثر في الموضوع انه رجال الامن من بعد الواقعه داروا مجهود، والان بين يدي رجال الامن في اطار بحث معمق حول اسباب ومسببات الواقعه من الاول. هاجر ضحيه سلوك اجرامي شنيع بشتى الطرق، وننتظر من طبيعي الابحاث دور النيابه العامه على ترقب، والقضاء في الاخير هو صاحب القرار. مشاهدينا الكرام، هاجر كل متعاطف معه في الظرفيه الحاليه بهالطريقه اللي دار لها هذا الشخص، والقضاء هو صاحب القرار. مشاهدينا الكرام، امن الحي الحسني داروا مجهود كبير، وهو الان في ضيافه الامن في اطار بحث. ننتظر عما قريب نحن على تتبع الملف اللي غيتقدم عند السيد الوكيل العام، لان ملف جنايات من الطبيعي جدا، وهذه رساله للجمعيات في المنطقه للتتبع لمثل هذه الظواهر، لانه هذه طفله كتشوف الحياه ديالها كتطمح بزاف. كما صرحت الام، من اصعب الاشياء انه يتحل الوجه ديالها بهذه الطريقه البشعه وهي لا زالت 15 سنه. هذا سلوك اجرامي محض. مشاهدينا الكرام، تعليق المواطن. شكرا لكم.